السلام عليكم. زيادة متابعين الانستجرام بدون حساب وهمي وبدون اي مصاريف وبدون اي مقابل وبطريقة سهلة وبسيطة. صلى على النبي واذكر الله عشان ربنا يبارك لنا في اللي احنا بنعمله، واعمل اشتراك في القناة ولايك للفيديو، وكمان اعمل كومنت حلو علشان تظهر كده وتكون من ضمن الناس الجامدة اللي بتشوف الفيديو من اول ما ينزل. ولو كنت حابب تشتري متابعين على انستجرام بارخص الاسعار تواصل على الرقم اللي قدامك على الشاشة ده. ومش بس انستجرام، موجود فيسبوك، موجود تيك توك، موجود كل حاجة على السوشيال ميديا. كل اللي عليك تتواصل مع مديرة اعمال القناة على الرقم ده، وتقدر ان انت كمان تتواصل وتعرف الاسعار والعروض والخدمات، وانا الادمن الموجود في اي مشكله او في اي حاجه قول لها وصليني بيدو بس ان شاء الله جوري هتكون موجوده معاك خدمه 24 ساعه من خلال الرابط اللي هسيبه لك في اول كومنت مثبت. دوس عليه هيوديك مباشر على الشات او المحادثه، تقدر ان انت تعرف الاسعار والعروض. ويلا بينا نبدا الفيديو النهارده على طول. في الفيديو ده بقى انا جايب لك طريقه جامده جدا تقدر تزود بيها متابعينك على انستجرام وتزق كده الاكونت بتاعك زقه زي ما انا قلت لك في اول الفيديو. هتخش على الموقع اللي هسيبه لك في اول كومنت مثبت. طبعا موضوع الشراء المتابعين هتلاقي برضو الرابط تحتيه على طول. خش على واتساب وتواصل مع خدمه العملاء، اعرف الاسعار والعروض والكلام ده كله. بس دلوقتي انا بشرح مجاني فخلينا في المجاني. هاجي كده اضغط على الموقع، هيجيب لي الشكل ده كده في الموقع. موقع هو موقع اجنبي ده اولا، تمام، بيديك تجربه مجانيه لانه موقع بفلوس. والتجربه ديت اظن يعني ان شاء الله تكون ثابته معانا، ولو ما بقتش ثابته هنبدا ان احنا نشرح 100 فيديو غيرها. طبعا انتوا عارفيني نزل لكم حاجات جديده ان شاء الله اول باول. هتيجي تضغط على الثلاث شرط اللي فوق على اليمين او الثلاث شرطات. هنا بيقول لك باي انستجرام باي لايكس، احنا عايزين الفري فهنضغط على فري انستجرام فولورز، فري انستجرام لايكس، فري انستجرام فيو. تقدر انت تزود متابعين ولايكات ومشاهدات زي برضو ما قلت لك في اول الفيديو بالتريال او بتجربه مجانيه. هضغط على فري انستجرام فولورز، وهنا جايب لي ان هو تقدر تاخد 10 لايكات حقيقيين. انا ما اظنش انهم حقيقيين يعني بس ماشي. وتقدر كمان ان انت تدوس على تراي ناو عشان تاخد ال 10 لايكات بتوعك او 10 متابعين بتوعك. تمام. هنا بيقول لك انستجرام يوزر نيم، هتبدا تحط له اسم المستخدم الاكونت الخاص بيك. هبدا ان انا احط له اسمي على الانستجرام بيدو اندرسكول حسن 0، واحط له هنا ايميل. هبدا ان انا اكتب الايميل بالشكل ده كده، والمفروض ان الايميل دوت يكون حقيقه @gmail.com، ما تكتبش اي ايميل وخلاص يعني، تمام، عشان الدنيا تبقى واضحه معاك كده. تمام. طبعا بنبدا ان احنا نكتب كده اهو @gmail.com بالشكل ده. وهنا بيقول لك فري 10، طبعا انت مش هتزود عن كده ان هم 10. وبتبدا تضغط على كلمه كونتينيو دي اللي تحت الفري. تمام. لازم تكتب جيميل حقيقي، ما تكتبش اي حاجه، ماشي. طبعا هو هنا هيظهر لك الواجهه دي لو الاكونت ده فعلا حقيقي. طب نعمل ايه في الباسورد؟ هتكتب اسمك، مش هتكتب حاجه تانية. مثلا عندك بيدو هتكتب بيدو مثلا، وليكن مثلا بيدو مثلا اهو. وتبدا تكتب نفس الموضوع تاني اهو، بيدو حسن، تمام، 00 مثلا يعني، بيدو حسن 00. وبتبدا تضغط على كلمه ساين اب دي علشان يدخلك على الواجهه اللي بعد كده، ويقول لك ان انت كده تمام وبدا ان هو يعمل لك الاوردر. طبعا بتاكد الاوردر من خلال سبميت اوردر، وبيبدا ان هو يحمل معاك من فوق كده ويقول لك ايه جريت يور تريل اوردر از ناو بيجين بروسيسد، يعني تم معالجه الاوردر بتاعك. وبيقول لك طبعا هتقدر انت تستخدمها كل 24 او 23 ساعه من الوقت اللي انت استخدمت من خلاله الموقع. طبعا بتضغط على تراك اوردر عشان تتابع الطلب بتاعك من خلال علامه التراك. بيقول لك يور اوردر از اوريدي ان ذا كويك، يعني بمعنى اصح يعني الاوردر مع معالجه، يعني بيعالج عشان يجيب لك الفولورز الفري. خلينا كده نخش على الانستجرام. طبعا ده اليوزر بتاعي بيدو اندرسكول حسن 0. هتخش كده على الانستجرام، مسافه ما تدخل على الانستجرام في خلال 5 دقايق بيبدا ان العدد يوصلك من خلال الاكونت بتاعك اللي انت ضفته. طبعا بتيجي هنا وتحدث الصفحه بالشكل ده، بيبدا ان العدد يزيد ولكن مش نفس الدقيقه، لا قلت لك في خلال 5 دقايق ل 10 دقايق بالكتير قوي، والعدد بيجي مره واحده ما بيجيش ورا بعض. تمام. زي ما حضراتكم شايفين كده من 6 دقايق من 7 دقايق والاعداد وصلت. لو جينا ضغطنا على الاعداد هتلاقيهم حاطين صور، يعني يكفي بس ان الناس حاطه صور زي ما حضراتكم شايفين كده. في اهو اكونت فوق اهو، اهو صور اهي. حتى لو فيك مش باين انه فيك فعلا اهو، زي ما انتم شايفين كده اهو فوق اهو صور اهي، تمام، وناس حقيقيه. وزي ما انتم شايفين طبعا ال10 وصلوا. طبعا ممكن تجرب من موبايل تاني بيبعت لك ال10 التانيين. لو جيت حدثت الصفحه طبعا الفولورز وصلت في ال20000 اللي موجودين على الاكونت كاملا. وبس يا باشا، ده كان كل الموضوع، وان شاء الله تستفيد في الفيديوهات اللي جايه. وبس يا شباب، دي كانت نهايه فيديو النهارده. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب، واشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.